فارس الحق، بيقول لك امريكا طلعت 10 مليون فيزا السنه اللي فاتت. ايه الكلام ده؟ بالراحه على نفسك بس، بالراحه. تعال اقول لك شويه ارقام من 2023. امريكا طلعت 10 مليون 438 الف 327 فيزا للاقامه المؤقته زي السياحه والدراسه وغيره، وطلعت 562 الف 976 للاقامه الدايمه، اللي هي برامج زي اللوتري، السبونسر بتاع القرايب. انت متخيل ان 1.5 مليون فيزا طلعوا بس ستودنت فيزا للطلبه؟ الفيز دي كلها اساسا بتطلع للدول الكبيره، مش لينا خالص. يعني قول لي كده، مصر طلع منها قد ايه؟ مصر السنه اللي فاتت بس طلع لها 81815 اقامه مؤقته، 6768 اقامه دايمه، واللي هو رقم كبير جدا. وبعدين ثواني كده، انت لو سافرت امريكا هتعمل ايه اساسا؟ هل عندك هدف وحاجه عايز تعملها، ولا انت عايز تروح امريكا كده وخلاص؟ لو عايز تروح امريكا لازم يبقى عندك هدف. الهدف ده ما يحصلش الا في امريكا، لان في حاجات كتير تقدر تعملها في مصر او في اي دوله عربيه انت موجود فيها. روح بقى يا حبيبي، شوف هدفك وبعدين بقى تعالى كلمني. غير كده اقفل على موضوع السفر ده خالص، وحد كلمك اساسا مش عايز منك حاجه. طبعا لو عايز المحتوى يستمر ويكمل في مواضيع كتير تشمل سفر، تعليم، تنمية مهارات، تجهيز لسوق العمل، متنساش تدعمنا عن طريق فولو وشير ولايك علشان يوصل لك كل جديد، عشان تظهر لنا لو المحتوى ده مفيد ليك ولا لا. لسه اللي جاي خير. السلام عليكم.